السلام عليكم، اهلا اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ صحتكم لاباس؟ اموركم على خير وبخير؟ احوالكم طيبه؟ وكنتمنى ان شاء الله باذن الله تكونوا في احسن الاحوال والظروف ان شاء الله. وديما كنبداو بلا فيديو ديالنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. كي بقيتو خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير كلكم؟ نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، وتكونوا نتوما كتشوفوا لا فيديو ديالي وتكونوا في احسن الاحوال. هادشي اللي كنتمنى المتتبعين والمشاهدين ديالي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، وخوتنا الجزائريين والتوانسه وكلنا راه حنا الحمد لله مسلمين وكلنا عرب، اللهم لك الحمد. نطلب الله سبحانه وتعالى يجمعنا في الجنه يا ربي. كي بقيتوا لاباس عليكم؟ كلكم على خير. هذا النهار الصراحه هذا الفيديو هذا كيخص السيدات، كيخص العيالات والبنات والنساء بصفه عامه. ومرحبا بالجميع صراحه الله اللي بغى يشوف ويستافد، وهي كيديروها صراحه كلشي. ولا مني هذه الوصفه هذه ديالي هذا النهار ان شاء الله باذن الله كتخص السيدات. لما لا كيديروها حتى الرجال اللي كيدير داك الشيء. هذا النهار ان شاء الله باذن الله نشارك معكم الصباغه ديال الشعر ان شاء الله باذن الله اللي زوينه وغتستافدوا منها وغتعجبكم وغتحمر لكم الوجه ان شاء الله باذن الله. خوتي العزاز كما شفتوا اللون ان شاء الله باذن الله الذهبي غنشارك معكم هذا النهار اللي كيجي كيلمع وكيجي غزال. ومن طبيعه الحال الصراحه ماشي نقولوا كله صحي، لمني داخل فيه واحد المكون بالحق، يعني المواد الصحيه اللي فيه الصراحه اللي كتهرسلوا الجهد ديالو. غنخليكم اخوتي في المقدمه باش ما نطولش عليكم بزاف. كنتمنى اخوتي العزاز الله يسهل عليكم وعرغبكم وحد الرغيبه فضلا وليس امرا تفرجوا لي من الفيديو على الاقل ولو 6 ديال الدقائق، الله يسهل عليكم. وديروا لي اخوتي لايك، ما كديروليش لايك في الفيديو بزاف كيشوفوا تبارك الله الفيديو كيشوفوه الناس، واللايكات اخوتي كيكونوا ناقصين، ما كنعرفش علاش. لما لا اختي العزيزه الله يفرحك والله يسهل عليك في هذا النهار ديال الجمعه. هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله غيصادفك في الجمعه، الله يجيب لك قصره في الجنه. ما تنساليش من لايك من تفرجي في الفيديو، الله يسهل عليك ولا الله يسهل عليك اخواني واخواتي كاملين. وواحد البارطاج لا كان ممكن الله يسهل عليكم فضلا وليس امرا. القنوات الكبار الله يجازيكم بخير، دعموا القنوات الصغار باش نطلعوا حتى حنا ونوصلوا ونحققوا الحلم ديالنا ان شاء الله باذن الله. وما يكون على الخير اخوتي الله يجيبها لكم في ميزان الحسنات. لما لا اللي شاف هذا الفيديو اللي سمعت الصويت ديالي دابا هاد الهضره اللي غنقول الله يرحم لكم الوالدين، بارطاجيو لي الفيديو مع الحباب والعائله والاصدقاء. واللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس وديروا لي جيم، الله يسهل عليكم الفيديو باش يطلع ويتشاف ان شاء الله باذن الله. والتعاليق ديالكم لما لا خليوها لنا في خانه التعاليق. يلا خوتي العزاز دابا ان شاء الله باذن الله غندور لكم تشوفوا سميتو. بغيت ندير لكم هذه المقدمه لاني دابا ان شاء الله غنهبط لكم الكاميرا لتحت باش تشوفوا يعني المقادير ان شاء الله باذن الله اللي بساطين وساهلين اخوتي ورخاصين. باطل وترجع الشعير ديالك اختي العزيزه ذهبي هكا كيدير كيلمع ان شاء الله باذن الله، وبمكونات اللي علقاوها في البيت عندنا ان شاء الله باذن الله. فقط مكون واحد هو اللي غنقدو ان شاء الله ناخذوه من الزنقه. غنشارك معكم اخوتي العزاز، طوالت عليكم في هذه المقدمه. غنرجع معكم اخوتي. بسم الله على بركه الله خوتي. انا رجعت معكم، حددت شويه الكاميرا الصراحه باش واخا ما نبان لكمش انا وجهي، المهم يبان لكم المكونات. انصاف سكتي شي شويه الله يعطيك الصحه. انصاف هنا جالسه حدايا مبرطاني هي واسماء. المهم اخوتي العزاز هنايا عندي 2 معالق ديال الخرقوم عرق او لا عود. اسماء هي جات حدايا. اسماء الصراحه راه هذه الوصفه هي اللي دارتها الاولى في شعرها، دارتها واحد بنت جارتنا ودارتها اسماء وعطات الوصفه خطيره، عطات اللون غزال وعجبني الصراحه انا. وقلت غنديرو انا، هي اللي كنت باغيه الصراحه نديرو ولا من هي سبقتني غنديرو انا ونشاركو معكم ان شاء الله باذن الله تجربوه. يعني 2 ديال الاشخاص. هي اخوتي العزاز لا بغيتو اللون مغلوق يجيكم اللون مارو كما كنقول، خلطوا معاهم اما نسكافي او الكاكاو، واحد المعلقه كبيره ديال الكاكاو مع الخلطه هذه نيت خلطوا معها اما الكاكاو واما نسكافي. بغيتوا الوصفه تجيكم لشعركم، بغيتوا اللون ذهبي صفر، ديروا هاد المكونات اللي غندير انا الصراحه بغيت يكون شعري اصفر، بغيتو ذهبي كما المهم ذهبي ولا صفر بحال ديالي بحال ديال اسماء اخوتي العزاز راها كانت معايا. دابا ندير لكم واحد اللايف ان شاء الله باذن الله من بعد هذا الفيديو هذا ونشرح لكم ان شاء الله فيه بزاف ديال الحاجات. هنايا اخوتي العزاز باش ما نطولش عليكم عندي 2 معالق ديال الخرقوم. انا غنقدم الوصفه نديرها لشعري ان شاء الله وقلت نشاركها معكم. عندي هنا 2 صفار ديال البيض، ها نتوما كما كتشوفوا 2 ديال الصفار ديال البيضات. عندي هنا 2 معالق ديال الخرقوم، عندي معلقه ديال الصابون البلدي، عندي هنايا واحد ربع كاس ديال الزيت بلديه، الزيت البلديه خوتي العزاز. عندي هنايا عندي واحد المعلقه كبيره ديال زيت اللوز، هانتوما كتشوفوا حيت الصراحه باش يرطب لنا داك الزغبه وما يتهرسناش الشعر ديالنا. عندي روز زويوت، هذا هما اللي كيخليو الصراحه
ما يخليوش هذا الاكسجين، واخا كاين هذا الاكسجين ماشي داك القوي، ما درت لا رقم 40 لا حتى شي حاجه، درت رقم 9. هانتوما كتشوفوا هذا راه ما كيكونش مجهد بزاف، ولكن الصراحه اللون مع هاد المكونات هادو كيعطينا لون خطير. غنزيد معلقه كبيره ديال هذا البلسم هذا. انا عندي هذا البلسم، اي بلسم عندكم الصراحه ديروه. البلسم ديال الشعر هو اللي كنقولوا له المرطب يعني ديال الشعر، اللي كيكون كنقولوا له سميتو ديميلور ديال شي شامبون. كيكون عندكم شي شامبون كتغسلوا به شعركم، كيكون داك الديميلور ديالو اي ديميلور كان اي نوع بغا يكون، انا غنديروا منه معلقه. انا عندي ما كانش زعما بلاش، لا ما كانش ممكن ما ديروش، ولكن من الاحسن صراحه استعملوه. انا عندي هذا غندير منه معلقه كبيره. هانتوما كما كتشوفوا ديال البصله والثومه. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز. دابا غنبدا نخلط. غنبدا بهاد جوج البيضات، الصفر ديال البيض. غندير هاد المعلقه ديال الصابون البلدي، هانتوما كما شفتوا. ولهم يسكتوا الله يعطيك السلام كيديروا صداع. عندي هاد جوج معالق هادو ديال الخرقوم، راكم عارفين الدراري ما كيبغيوش يجلسوا ولا عندي هاد جوج معالق ديال الخرقوم اخوتي. العلق اللي يكون عندكم مطحون على اليد، حيت راه بزاف ديال اللي كيكون كيتباع هكاك واجد كيكون فيه البرودويات ولا زايدين فيه شي حاجه. صافي اخوتي، من بعد ما درت هضري معاهم اسماء، من بعد ما درت الصابون البلدي والبيض والخرقوم، هانتوما غنزيد هاد 4 كاس ديال الزيت بلديه. غنخلطو حداكم اخوتي العزاز، وغنخليه واحد 4 ديال الساعه، واحد 4 ساعه او 3 ساعه كامله الصراحه كيبقى عاد، باش ان شاء الله باذن الله نطبقوا على الشعر ديالي. غندير هاد زيت اللوز هذا الصراحه اللي غزال الشعر. عندكم زيت اللوز اولا زيت الكوك اللي عندكم ديروه، حتى زيت الكوك غزال الشعر الصراحه الله. غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال هاد زيت اللوز باش يعطينا يعني الترطيب للشعر ديالنا. هانتوما اخوتي العزاز راه خلاص راه باين هذا. ودابا شنو بقى لي غنضيف من هاد البلسم معلقه كبيره اخوتي. غنحيد هاد الشيء باش ما يطلقليش الصفوريه باش ما يطلق لي الصفوريه في يدي. غنزيد معلقه كبيره. هانتوما اخوتي ها هي صافي هادشي اللي غنضيف. هادو هما المكونات، وغنضيف هاد المكون هذا ونخلط مزيان اخوتي العزاز. وغنخليها واحد 4 ساعات كما قلت لكم، اولا 3 ساعات المكانه. هانتوما اخوتي غنضيفها كامله. راه معروف هذا في المحلات كيتباع في الحوانت عند هما اللي داك اللي كيبيعوا المكياج وداك الشيء، كيباع في الحوانت عاديين، كيدير 120 5 دراهم 120. هادشي اللي كيدير. حيت دابا مع هاد الغالي الاسعار كلشي زاد ولاو داروا له 120، مره كان كيدير هي 5 دراهم. يعني غنخويها كامله. هانتوما نخليش فيها حتى شي حاجه، وغنخلط المكونات مع بعضياتهم. راه خوتي كيعطي اللون خطير، هي جربوه على حسابي ما تخافوش منه نهائيا. صافي باقي فيها واخا عييت ما نعصر. هانتوما ما نخليو فيها والو. هذا هو الصراحه المكونات كلهم اخوتي صحيين، الا هذا المكون هذا اللي شويه ماشي باش ما نكذبش عليكم ما نقولوش يعني صحي، ولا من الصراحه هذيك المكونات الصحيه اللي كاينين يعني كيهرسوا له الجهد ديالو. شوف انا كندقها وهي كتزيد تخرج تعطينا. هانتي صافي دابا صفيناها منها. كيهرسوا لهذيك الزيوت الخرقوم، يعني الصابون البلدي، داك البلسم ديال الشعر، زيت الكوك، زيت اللوز عفوا، كيهرسوا لها داك الجهد اللي فيه. هانتوما خوتي العزاز كاين اللي كيدير الخرقوم بوحديته والبيض صفار البيض، ولا من خوتي العزاز هذوك راه ما كيعطيكمش النتيجه، يعني من اول استعمال الصراحه الله راه ما كيعطيش اخوتي العزاز النتيجه. هنا دابا غنخلطوا داك شنو بغيتي لا. هانتوما خوتي العزاز غنخلطوا المكونات هانتوما مع بعضياتهم تيندمجوا كيعطيونا واحد اللوين الصراحه اللي كيكون خطير. كيندمج مع داك الصابون البلدي مع داك الاكسجين. كنتمنى تجربوا خوتي العزاز وما تبخلوش عليا باللايكات. الله يسهل عليكم. لا عجبكم لا فيديو خوتي العزاز ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والمشاركه وتفرجوا في الفيديو. الله يسهل عليكم. اكثر من 5 دقائق لا كان ممكن وعندكم الويفي لما لا تعاونوا معنا وتفرجوا في الفيديو كامل. والصراحه الوصفه غتنفعكم السيدات والبنات والاخوان والاخوات صراحه غتعجبكم بزاف. شوفوا خوتي الخليط ديالها كي جا غزال رائع اللوين. شوفوا خوتي اللون هانتوما
كنخلطها حتى كيتخلط داك الصابون البلدي مزيان اخوتي العزاز. هانتوما دابا ان شاء الله باذن الله كما قلت لكم غنخليها واحد ربع ساعه ان شاء الله، اولا حتى ساعه ديال المكانه ولا نص ساعه اللي قديتو عليه. خلطوا وضروري تخليوها ترقد واحد شويه وتطبقوها على الشعر ديالكم ان شاء الله باذن الله، يعني بطريقه اللي هي صحيحه. من طبيعه الحال غنقول لكم واحد المعلومه، اللي عدهنوا الشعر ديالكم قبل ما تبغيو ديروها اخوتي العزاز، البنات اخواني اخواتي اولا العيالات اللي بغاو يديروها ان شاء الله الوصفه، دهنوا شعركم بالزيت اخوتي، الزيت البلديه اولا زيت الكوك ولا زيت اللوز اللي عندكم. المهم الزيوت اللي كدهنوا بها شعركم من طبيعه الحال تكون زيت اللوز او زيت الكوك او الزيت البلديه. اللي ما عندكمش من هاد الزيوت هادو، دهنوا شعركم مزيان بالزيت، رطبوا الزغبه ديالكم مزيان وعاد طبقوا عليها هاد الوصفه هذه. طبيعه الحال اللي يبغي يعني يصفر شعره كامل يديرها يطبقها على الشعر ديالو كامل، وكاين اللي كيبغي يدير هي جهه مثلا هي من التحت هكا ديك الشعله، كاين اللي كيبغي يدير غير النص مثلا هاد الجهه هذه يخليها كحله ويدير غير النص هكا لتحتاني. كل واحد كيفاش بغيتو الشعر كامل الصفر طبقوها على الشعر ديالكم كامل، هي ما توصلوش خوتي العزاز للجذور. هذا الشيء اللي كاين اخوتي العزاز. كنتمنى هذه الوصفه ان شاء الله باذن الله تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم اخوتي. راه جات غزاله اللوين فيها خطير ما نعاود لكمش عليها. دابا ان شاء الله باذن الله ودابا اخوتي العزاز انا رجعت معكم ان شاء الله باذن الله. دابا نشوفوا الوجهيه هي هذه اخوتي الخلطه. ها انتم والله العظيم لا جات فنه. شوفوا اللوين اخوتي العزاز، شوفوا اللوين اللي فيها الذهبي. ها انتم اخوتي اللوين، ها انتم جاي على الزينات. وكنتمنى الصراحه تجربوه، اللي عجبكم بزاف اخوتي العزاز والله حتى يعجبكم ويعجبكم اللون ديال الشعير ان شاء الله باذن الله. دابا نحط لكم اللوين الشعير ان شاء الله كي كيجي اللون على المنياتور، على الصوره ديال المنياتور ان شاء الله باذن الله اللي عاد تشوفوها. هذاك هو اللون اخوتي اللي كيعطي هذا اللون هذا، هذاك هو اللوين ان شاء الله باذن الله اللي كيعطي هذا اللون هذا. يلا اخوتي العزاز ما تنساوناش من اللايكات والبارطاج والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد، واللي ما مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شحال ديال الاوامر اخوتي العزاز باش نشارك معكم بزاف ديال الوصفات ان شاء الله باذن الله الاقتصاديه السهله والطبيعيه. من طبيعه الحال خصنا هي التشجيع اخوتي منكم، شجعونا الله يسهل عليكم الله يرحم لكم الوالدين باش ان شاء الله نعطيكم المزيد من الوصفات ان شاء الله باذن الله، ديال الوجه وديال البشره بصفه عامه، ديال الشفايف، ديال العينين، ديال الحجبان، بزاف د الوصفات صراحه اللي عندي. ولا مني ما كنلقاش اخوتي التشجيع. هادشي علاش شجعونا ان شاء الله باذن الله، بارطاجيو لنا الفيديوهات باش نعطيكم ان شاء الله الوصفات هذه. اخوتي العزاز غنخليها ربع ساعه كما قلت لكم او نص ساعه على ما نسالي الشغل ديالي ان شاء الله. انا شاركت معكم هذه الوصفه في الصباح، غنخليها واحد الساعه د المكانه وعاد نطبقها على الشعر ديالي اخوتي العزاز، بحكم راني دايره الزيت دايره الحجاب راك شفتوا ما نقدش ان شاء الله نوري لكم الوصفه وانا كنطبقها على الشعر ديالي. هادشي اللي كاين اخوتي العزاز. المهم صوبوها وطبقوها على الشعر ديالكم، راها زوينه وصحيه وكتخرج اللون غزال. يلا اخوتي العزاز مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله مع فيديو جديد وتكون شي وصفه جديده ان شاء الله اللي عندنا الاعجاب ديالكم. وجربوا اخوتي الوصفه راها خطيره وما تندموش عليه. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.